لاعب عربي حصل على كأس العالم وحاصل على دوري أبطال أوروبا كلاعب ومدرب. حصل على 14 بطاقة حمراء طرد مباشر في مسيرته الطويلة كلها. لاعب أسطورة، تفتكر هو مين؟ معانا النهاردة أسطورة مش هتصدق إنها حصلت على 14 بطاقة حمراء طول مسيرتها الكروية. زين الدين زيدان، اللي من أصل جزائري، من مهاجرين فرنسا. والده ووالدته من مهاجرين فرنسا، وتربى هناك، معاه الجنسية، اتولد هناك أصلا. زين الدين زيدان حصل على 14 بطاقة حمراء طول مسيرته، منهم 12 باعتراف زين الدين زيدان نفسه إن هو حصل عليهم عن طريق استفزاز الخصم ليه. زين الدين زيدان كنت تشوفه الهادي الخلوق المحترم، مع أول وأقل استفزاز من أي لاعب الخصم ليه بيقوم نطحه على طول. وطبعا ما ننساش النطحة الشهيرة في نهائي كأس العالم 2006 قدام إيطاليا. وفي مونديال 98 برضه حصل لما ضرب اللاعب السعودي، لاعب المنتخب السعودي، برجله، حصل برضه على بطاقة حمراء، وغيرها كتير قوي. زين الدين زيدان لاعب مشهور ومعروف، وختم مسيرته بطرد زي ما بدأوا بطرد في أول حياته. شكرا ليكم، ما تنسوش الاشتراك في القناة وحياة أبوك وتفعيل زر الجرس ودوس لايك.